عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشوني جدا جدا الفيديو اللي فات. عايزين نصلي على النبي طبعا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق على اله وصحبه وسلم. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم الغدا بتاعي. هو ايه بقى الغدا بتاعي؟ هعمل معاكم سمك وهعمل جمبري ورز وبتنجان، وان شاء الله ان شاء الله اعمل سلطه. يعني لو لقيت الاكل يعني مش محتاج ان انا اعمل سلطه، مع ان هي سلطه صراحه دول اساسي يعني في كل اكله، بس احنا مش دايما بنفضلها بصراحه يعني. فالمهم عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو انت اول مره بتشوفي القناه بتاعتي اعملي لي بقى سبسكرايب بقى، اعملي لي. وكمان ما تنسوش اللايكات يا جماعه، انتوا ليه بتبخلوا عليا باللايك ليه بجد؟ يعني انا بشوف مثلا الفيديو متشاهد كويس، وكمان بيبان لي ان الفيديو متشاف من اوله لاخره، بس مش بتعملوا لايك ليه؟ ما تنسوش تعملوا لايك، ده رجاء مني ليكم بعد اذنكم يعني، لان اللايك والله بيرفع لي الفيديو بعد اذنكم. فحمسوني بقى وشجعوني، عشان انا بجد ناويه الفتره الجايه اعمل فيديوهات كتير قوي، وان شاء الله مش هبطل ان شاء الله يا رب. مفيش حاجه تيجي تبطلني يعني نعمل فيديوهات او تخليني مثلا محبطه، لان انا يا جماعه يعني يعني العوامل النفسيه دي، او مثلا ممكن كلمه بس تضايقني تخليني مش عايزه اعمل اي حاجه في الدنيا، ان انا غير ان انا اكون قاعده مبلمه وفقط على كده. بس من غير بقى ما ندخل في تفاصيل، عشان عارفه ان انا رغايه ولو اتكلمت مش هسكت. تعالوا بقى نشوف النهارده كده طريقتي في السمك. بصوا احنا كلنا بنعرف نعمل اكل، انا هشارككم انا بعمل ايه وبس كده. انا مجهزه كل حاجه يعتبر، فتابعوا معايا الفيديو الاخر، وانا ان شاء الله النهارده برضو هصور معاكم صوت وصوره، مش هسجل الصوت على الصوره يعني، لاني بصراحه بقيت حاسه ان الفيديوهات كده انا بتبقى اريح لي. ليه كمان؟ ان انا يا دوبك بمنتج بسرعه وبنزل الفيديو، مش بحتاج ان انا اسجل صوت على الصوره، لان كمان ولادي طبعا بيكونوا عاملين دوشه، فمش ببقى عارفه اهرب منهم فين، لان هما بيجوا ورايا في كل حته. ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب، ويبارك في اولادكم. وكل اللي ما خلفش لحد دلوقتي اوعى تيأس من رحمه ربنا، واوعي تيأسي من رحمه ربنا. ربنا كبير وعنده كتير، وان شاء الله ان شاء الله يا رب يرزق كل مشتاق. كل مشتاق يا رب يرزقه الذريه الصالحه. وانا بقول لكم كده اقسم بالله وجسمي بيقشعر، انا بجد بتمنى الحاجه دي لكل مشتاق، ان هم يعني ربنا يرزقهم ويطعمهم وما يحرمهمش ابدا من نعمه شبه كده ربنا انعمها علينا يعني. بس كده معلش انا بدأت كتير انا عارفه. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا، وما تنسوش اللايك بعد اذنكم بتاع الرز الصياديه. مجهزاه ومخرطاه على طول في الحله، يعني علشان برضو الفيديو ما يكونش طويل، تمام؟ لان زي ما قلت لكم انا مش هسجل الصوت على الصورة، انا على طول كده يعني لايف معاك. بسم الله. في ميه تنشف بس هنا، عبال ما الميه دي تنشف اروح عامله ايه؟ اروح جايبه الطاسه بتاعه البتنجان. نفسي قوي اجيب طقم حلل بالطاسات بتاعته، لان بجد الطقم ده باظ قوي قوي يعني بصراحه. والطقم بجد اللي هجيبه الجديد ده انا هحافظ عليه قوي قوي بقى. وعايزه اقول لكم ان الطقم ده ما باظش مني، انا تهيألي قلت قبل كده في فيديو انا كنت جايبه فلاش. الفلاش ده يا جماعه لما بتكبيه كده على الارض فبيعمل فوران بيفور. فيومها الفلاش ده انا كنت حاطاه في الدولاب بتاع المواعين فاتقلب، فكله باظ يعني، فاهمين قصدي؟ الحمد لله طبعا. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه. انا الرز الصياديه ده او اي رز في الدنيا ما بعرفش ابدا اكله بارد بصراحه، وما بحبهوش متسخن. يعني حتى لو انا هسخن رز ممكن يكون ابيض اكله عادي حتى لو متسخن، لكن الرز الصياديه اللي هو بتاع السمك ده ما بحبهوش متسخن ابدا بصراحه. مش عارفه، بحس طعمه متغير. وكمان مثلا لو انا عملته وسبته مثلا بحس برضو لا، انا عايزه اكله سخن كده طالع من حله ملهلب. فبصراحه يعني انا ما بحبش ابدا الرز اعمله واسيبه. هنا بقى البتنجان اهو زي ما وريتهولكم،
انا نقعاه في ميه وخل. ميه وخل ايه؟ ميه وملح علشان ما يشربش زيت يعني بيقولوا، بس هو والله بيشرب زيت. وكمان اصلا البتنجان ده جوزي جايبولي مبذر. بصوا وريني بس. بصوا جايبولي اللي هو فيه بذر، واللي فيه بذر ده خليكم عارفين ان هو اصلا بيشرب زيت كتير. وعايزه اقول لكم معلومه تانية، اللي ما يعرفش الكلام ده بقول للناس اللي ما تعرفش، البتنجانيه لما تلاقيها جامده قوي دي اللي بتبقى مبذره، لكن الطريه هي دي اللي بتبقى حلوه وما بتشربش زيت. جيب معلقه بقى. وعايزه يا جماعه اللي بيتفرج على الفيديو بتاعي يعلق لي، حتى لو الكومنت ده مش حلو علقوا لي، علقوا لي، انا عايزه اعرف رايكم ايه في الفيديوهات بتاعتي. ماما بقى بتعمل حركه في البتنجان، بتعمله الاول في الدقيق علشان ما يشربش زيت. يعني هي دايما بتقليه بالطريقه دي، بس انا مش بحب الطريقه دي. عارفين ليه؟ لان انتي لو البتنجان ما شربش زيت بيتحرق من الدقيق. يعني انا جربت قبل كده حسيت ان لا، ان الزيت بيتحرق، فبصراحه ما حبيتش الطريقه دي ابدا. مش عارفه انا مقطعه البتنجان حاسه معاق ليه كده. بصوا بصوا مقطعه ازاي. عايزه اقول لكم ان انا قطعته كده عشان كنت مستعجله. عندي عاده غريبه قوي هقول لكم عليها دلوقتي. مش عارفه ليه لو مثلا بروق البيت لازم اعمل حاجه هنا واسيبها واروح اعمل حاجه هناك واروح اعمل حاجه هناك. ما اعرفش، بحس ان انا بعمل كل حاجه في وقت واحد. ده الكلام ده بقى لو مش بصور، لكن لو بصور طبعا بعمل حاجه. يعني المطبخ يبقى المطبخ تمام. يعني ممكن مثلا المطبخ مكركب، اروح لما الكركبه اللي هنا واسيب المطبخ اروح اعمل في الاوضه. ليه بقى؟ عشان انا ببقى عايزه يعني الدنيا حواليا تنتهي بسرعه. انا ما بحبش الكركبه ابدا على فكره، ابدا. عشان كده نفسي بجد ربنا يكرمنا او يكرمني انا، يعني عشان المطبخ ده انا اللي ببقى مسؤوله عنه. ده مطبخ كبير بجد. بصوا انا مش بتنمرض على المطبخ بتاعي، لا خالص. طبعا الحمد لله يعني هو بيقضي الغرض وبعرف اعمل فيه كل حاجه. بس الفكره فين؟ هقول لكم الفكره فين. انا او اي ست في الدنيا يومها كله بيبقى في المطبخ، صح كده؟ صح كده. فانا ما بحبش الضيق. يعني انا ممكن اعمل مطبخ كبير وما اعملش مطبخ صغير. ليه بقى؟ يعني انا مثلا لو عملت حاجه قد كده بلاقي الدنيا حواليا اتكركبت بطريقه فظيعه. فدي بصراحه مش بحبها يعني. لكن لو مطبخ كبير هتبقى يعني كل حاجه كده في براح، فاهمين؟ بس ده مقصودي يعني. عمال بقى البصل يتحمر والطاسه دي تتحمر بتاعت الزيت. هعمل ايه؟ هعمل الجمبري. بصوا يا حبايبي، ده نص جمبري انا منضفاه اهو. بس الكاميرا كده. انا منضفاه وشايله منه الحبل الرملي تمام، وقصه شنباته ومظبطه الدنيا كلها. انا بعمل الجمبري شوربه. احنا بنحبه شوربه، ما بنحبوش اللي هو متشوح بالزبده ده. على فكره الطريقه دي حلوه، بس احنا عايزين شوربه. فعشان احنا عايزين شوربه لازم اعمله بالطريقه دي. ما تكررش البصل. طريقه عاديه جدا اللي هو بيتسلق، بس انا بحب اعمل الشوربه حلوه يعني. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه بجد والله، بجد 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 نصيحه مني ليكي كاختي يعني. اوعي تفضلي حد على نفسك، اوعي.
مهما كان الشخص اللي قدامك ده هو ايه، مهما تكوني بتحبيه، اوعي تفضلي حد على نفسك، واوعي تقولي على حد مش من دمك ده اخويا ولا اختي. لا لا لا، مفيش الكلام ده على فكره. والله يا جماعه احنا بس اللي بنخون نفسنا، او الطيبين اللي الناس اللي بتكون طيبه هي اللي بتقول مثلا يعني بتعتبر اي حد قريب منها اخ. لا لا لا، على فكره مهما تكون انت بتعتبريها اختك، انت في النهايه غريبه. هي كده اختك اللي من دمك ولحمك. حتى لو اختك اللي من دمك ولحمك دي مش مثلا هتشوكي كل الحب، لان في اخوات كده طبعا، او كل الاهتمام، او مثلا مش بتديكي افعال توحيكي مثلا ان هي دي لا اخت السند والظهر. يبقى بصي دي حاجه كده محلوله. اذا كان اختك بقى اللي من لحمك ودمك مش كده، الغريبه هتكون كده. فلا، انا ضد بجد ان انت تقولي على حد مش من دمك ولحمك اختي او اخويا والكلام ده. لا 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 لا، مفيش الكلام ده يا جماعه، عن تجربه على فكره، عن تجربه بجد. يعني انا مثلا اديكم مثال، انا ممكن مثلا يكون في حياتي مثلا شخصه، ممكن الشخصه دي ما بتعرفنيش ولا بتسأل عليا ولا انا اصلا في دماغها، وفي نفس الوقت مش عايزاني لا اكلم حد غيرها، ولا عايزاني اتصاحب مع حد غيرها، ولا عايزاني اصلا يعني اقول لحد السلام عليكم غيرها. هي بقى تعيش حياتها، تعرف دي وتعرف دي وتتكلم مع دي. بصوا يا جماعه، كل حاجه بالافعال بجد والله. انت اوعي تقولي على حد كويس غير لما يعمل معاكي حاجه او يفعل معاكي حاجه هو فعلا يثبت لك ان هو فعلا بني ادم كويس، مش بالكلام. الحب دايما مش بالكلام، بالافعال. اللي بيتكلم كتير ده والله ما بيكون بيحب. فنصيحه مني ليكم، ما تامنوش لحد ولا تدخلوا حد بيوتكم غريب ما تعرفوش. لا لا، كل ده غلط، كل ده غلط. الناس معادن، وفي ناس ما بتبانش معدنها على طول كده على فكره. ممكن في ناس تخليكي تحسي ان ده ملاك نازل من السماء وهم معدنهم مش حلو. والله العظيم بجد انا بقول لكم الكلام ده عن تجارب كتير قوي بجد. فاعوذ بالله، يعني اعوذ بالله. وانا مش بقول لكم ان انا ملاك، بس لا، انا واحده من الناس طيبه بجد. انا طيبه قوي 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 قوي، قلب ابيض قوي. ولو حد عامل لي اي حاجه وجي ضحك في وشي ما بعرفش ان انا اكشر او مثلا اقابله وحش. لا، مش بعرف، حتى لو زعلانه من جوايا على فكره. لان انا برضو طبعي من ايه، طبعي ان انا ما بعرفش اصالح حد غير لما اعاتبه صراحه. لازم اعاتب. وعلى فكره العتاب ده جزء من المحبه على فكره. يعني في ناس ما بتحبش تعاتب، لا انا بحب اعاتب لاني بعتبر ان العتاب ده جزء من المحبه. بس بعاتب الناس اللي بحبها، لكن الناس اللي بتزعلني ومش بعاتبها دي خلاص انتهت بالنسبه لي، دي ما بتفرقش معايا. فاهمين؟ بصوا يا حبايب قلبي، انا طلعت اول طاسه اهو من البتنجان، وانا بحب البتنجان اللون ده. عايزه اقول لكم ان مشربش زيت على فكره. يعني الميه والملح لما انا قعدت فيهم البتنجان ساعه كده، لا ما بصراحه ما شربش زيت على فكره يعني، بس سبته ساعه. لكن لما كنت بعمله في وقتها كان بيشرب زيت عادي جدا. تمام. والبصل اتحمر بتاع الرز، بس قفلت عليه، زودته ميه قفلت عليه عشان خاطر بس مش هعمل رز غير لما جوزي يكلمني يقول لي ايه يلا اعملي الرز، عشان ده ما قلت لكم ما بحبهوش غير وهو سخن. كنت بقعد اتكلم معاكم في ايه؟ عايزه اقول لكم حاجه، خليكم عارفين ان البني ادم مثلا لما تزعلوا شخص غالي عليكم وبيحبكم وانتوا بتحبوه، وفي كل زعله يجي يعاتبكم علشان تتكلموا مع بعض تاني، اعرفوا ان البني ادم ده بيحبكم. لما يبطل يعاتب اعرفوا ان هو خلاص ما بقاش اصلا يفرق معاك. فانا كده بعاتب مره واثنين وثلاثه، ولما الاقي الشخص بيكرر نفس اللي بيعمله خلاص ده بينتهي من حياتي، بينتهي فعلا بجد والله. فالعتاب جزء من المحبه. كنت هعمل ايه؟ بص بقى، هعمل صلصه للسمك. انا بحب قوي اكل السمك البلطي بالصلصه.
وعايزه اقول لكم ان انا ما بحبش سمك البحر، او هو ما بيحبنيش يعني، عشان حرام نقول على نعمه ربنا. ما بحبهاش. تعرفوا ان انا ما عنديش صحاب ابدا خالص، يعني مش صحاب اللي هم يكونوا انتيمي، يعني ما عنديش. يعني يمكن مثلا في ناس معرفة، المعرفة وانك تكوني مثلا بتعاملي مع حد او بتحبيه، غير لما يكون صاحب ده يعني انتيم، صاحب ده يعني معاكي في كل حاجة. مش كل الناس يتقال عليهم صحاب، وفي ناس تعرفيها كده من بعيد لبعيد والله العظيم علاقتكم ممكن تدوم طول العمر. لكن اللي تقعد تقولك انت اختي وصاحبتي وحبيبتي لا 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 يا جماعه، الحب افعال وتصرفات. والله اذا كان من اختك، من اخوكي، من جوزك، من مامتك، من باباكي، من اي حد يخصك، هو الحب افعال. غير كده ما بيكونش حب، وما اسمهوش حب خالص. طبعا انا مش جايه اديكم بقى نصايح، لا لا، انا بقول لكم يعني الكلام دنيا يعني. بصوا انا بحط الباسكت بتاع اعزكم والله الزباله هنا علشان خاطر بنتي تزحف وبتيجي بقى ايه تعيش حياتها، فاهمين؟ عشان كده بحط فوق الانبوبه، وعايزاكم صح تباركولي بقى ايه من هنا لبكره. يعني انتوا تباركولي كده من هنا لبكره. ليه بقى؟ ان انا دخلت الغاز الطبيعي، بس لسه ما نجيبش. الناس جت خرمت وهدت لي الدنيا وبوظت لي البوتاجاز ده حرفيا كده، وجوزي واقف متفرج وانا الحمد لله كنت نايمه. فعايزه اقول لكم ان البوتاجاز ده كان مليان رجيم، مليان بجد كسر من السيراميك وتراب. يا لهوي يا لهوي بجد، والله العظيم اليوم ده انا قمت بصيت كده للبوتاجاز ودخلت نمت تاني بجد والله. بس اتخانقت مع جوزي بصراحه، اتخانقت معاه وقلت له حرام عليك، هو انا خدامه يعني؟ انا جاريه مثلا؟ هو مفيش رحمه بجد؟ قلت له كده، قلت له ما انت فهمني، انت مثلا انا عبيده عندك علشان انت تخلي الدنيا تتبهدل كده؟ طب حط حاجه على البوتاجاز يا سيدي، صحيني قول لي البوتاجاز اتبهدل وما يحطش حاجه عليه، او البوتاجاز هيتبهدل. بصوا حبايبي انا عملت ايه، حطيت شويه زيت في الطاسه وهعمل بقى الصلصه بتاعت السمك. بصوا ده توم مفروم، انا اللي مفرزاه. تمام. هاخد شويه كده ماشي. فين الغطا؟ نشوح الثوم بقى. بصوا بقى جوزي من ضمن الخربان اللي هو خربولي. بصوا شايفين الحنفيه دي اهي، دي انا قلت له اعملها لي حنفيه اللي بتركب في الحنفيه اصلا، اللي هي عشان احركها يمين وشمال زي ما انا حابه. تمام. انتوا عارفين الحنفيه اللي هي عامله شبه الدش دي اهو كده، انت ممكن تغيري منها اهو كده هي دش عادي. بصوا بقى السباك الله يكرمه يا رب، الله يكرمه اللي جابه، قعد يومين عشان يركب دي، وفي الاخر ركبها لي عامله تسقط ميه، تشر ميه وتغرق لي بقى ايه هنا، تنزل هنا. وانا اصلا سد البلاعه تحت البوتاجاز، مش سدها باسمنت ولا بحاجه، لا، لكن سدها كده قافلاها علشان الصوتيه. تمام. فبصوا بقى رحت انا جايبه ايه، طبعا مغرقه لي الدنيا، رحت انا جايبه قطعه قماش وجبت رباط كده بتاع البلاطين وربطتها لحد بس ما يجي بكره يعملها لي. المفروض يعني هو جاي بكره المفروض. هعمل ايه بقى، الثوم اتحمر هنا، وهعمل ايه، هحط شويه خل. بسم الله الرحمن الرحيم.
ماشي. بصوا بقى الطماطم انا عملتها بطريقه جديده. ده كيس، بصوا انا مش مصلصاها على فكره، الطماطم دي فريش. ليه بقى؟ هقول لكم. بسم الله. بصوا انا على فكره بعمل الصلصه حلوه قوي، بس انا وجوزي ما بنحبوش الطماطم بالذات في المكرونه تبقى صلصه. يعني ليه بقى؟ هقول لكم. مش عارفه، هي بتبقى صلصه كانك بتعمليها بصلصه عادي، واحنا مش بنحب المكرونه بالذات بالصلصه العاديه اللي هي المعلبه دي، لا احنا بنحبها بطماطم فريش كده. فانا عملتها بطريقه، لو انتوا عايزين الطريقه دي وبتفضل فريش على فكره، طعمها بيغيرش خالص في الفريزر. فلو انتوا عايزين الطريقه اللي انا عملت بيها الطماطم اللي هو تحتفظي بيها فريش، ما تتحطش على النار خالص، وقدام الوحي خيالي بقى. وعلى فكره انا بقول لكم الوحي خيالي وانا جربتها تحفه، كأن بجد لسه ضربه طماطم في الخلاط. فلو انتوا عايزينها قولوا لي او اكتبوا لي في كومنت، وانا ان شاء الله هعملها لكم. تمام. وبالتالي ما حدش عملها كده. يعني انا الاول لما كنت اول ما اتجوزت كنت بشيلها فريش بحالها، طماطم كده بحالها، ولما اجي اعمل طبخه اروح عامله ايه، اروح حطاها في ميه سخنه، والقشره اللي فوق بتتشال وتضربيها برده في الخلاط، دي برده بتكون فريش. بس في مشكله، انا كنت ممكن اعملها كده لكن ما عنديش مكان بصراحه ان انا احط يعني العدايه دي بتاعت الطماطم كلها في درج من الفريزر، ما عنديش مكان. تمام. الاسهل الطريقه اللي انا عملتها، لان انا مظبطاها خالص، حتى مصفياها وعامله كمان مش متصفيه للمحشي. فبجد عملتها بطريقه حلوه قوي، وان انا عملت سيرش كتير قوي على اليوتيوب علشان اشوف طريقه، لان انا كنت عايزه اعملها كده ان انا افرزها فريش بالطريقه دي، ما لقيتش خالص. كل الطرق بتتحط على النار، يا اما بتتعمل زي ما قلت لكم بتتشال بحالها بس. فلو عايزين بقى الطريقه قولوا لي ايه، اكتبوا لي في كومنت، وهروح بقى اعمل الجمبري انا مع نفسي واقول لكم عملته ازاي، عشان خاطر الفيديو كان عملت الخلطه بتاعت الجمبري اهو. بصوا عباره عن ايه بقى، بصل وثوم وفلفل اخضر وطماطم، انا قلت طماطم وقلت جزر وفلفل اخضر ومكعب مرقه وشطه وملح وكمون ونسيت احط سنه قرفه، لان انا بحب القرفه على بتاع ده، على الجمبري قوي. سنه بسيطه على فكره، يعني لا تذكر، سنه صغيره جدا اهو. بس كده تمام. وهعمل ايه كمان، وهحط شويه زيت، الزيت ده على الجمبري يعني عشان يديله لمعه بس مش اكتر. تمام اهو. بصوا بقى تقلبوه ازاي. بسم الله. استنى بس كده. انا غسلت الرز اهو، الميه بقى ايه بتاعت الرز بتغلي، لان جوزي اتصل بيا قال لي يلا ايه خلاص انا جايه. بسم الله. تفضلي بقى ايه تدقلجي فيه كده. بصوا ده نص جمبري او متهيألي كيلو الا ربع، مش عارفه بصراحه، يعني هو في الحدود دي، لان احنا طبعا فاردين يعني اكيد مش هنجيب اكتر من كده. طبعا انا هاخد اللواء ده لان الرخامه نضيفه، حرام يعني ارميه. تمام. وهزود بقى شويه ميه كده بس مش كتير. اروح احطها على النار. بصوا بقى حطيت ايه في الرز، حطيت مكعب مرقه. طبعا لو انتي مش عايزه تحطي المرقه ما تحطيش، بس انا بحبها يعني بحس ان هي بتديها تست حلو، يعني مش اكتر ولا اقل. تمام. مكعب مرقه. عندي بنت خالتي بتقول على مرقه الدجاج دي بتقول عليها ماجد. والله العظيم بتقول عليها ماجد. يعني هقول لكم جات لها منين الفكره. هي اسمها مثلا شوربه ماجي، يعني زمان كانوا بيقولوا عليها كده شوربه ماجي، فهي بقى بتقول عليها ماجد، بتختصر وتقول ماجد. ماشي. بصوا بقى هنا التحبيشه دي بتاعت السمك، حطيت ايه، خدت التوم اللي انا فرماه
بالفلفل هو. حطيت عليها شويه هريسه شطه اللي هو الفلفل الاحمر. عايزه اقول لكم ان الهريسه دي بقى لها عندي سنه ونص بالظبط، هريسه الشطه دي. وحطيت عليها شطه وحطيت عليها كمون وملح بس كده. ما بحبش احط خل ولا ليمون عشان نبقوا متفقين يعني. وعملت ايه، وحطيت في التحبيشه دي في قلب السمكه، وده البتنجان، وقليت فلفل اهو. هروح بقى اعمل ايه، حاطه هنا شويه خل. ثواني بس عشان ميه الرز بتغلي. هروح ايه، انا غليت طبعا الرز، اللي غليت الميه، اقصد غسلت الرز يا جماعه. حطيت بقى في الرز زي ما قلت لكم شويه فلفل اسمر، شطه، ملح، كمون، ومكعب المرقه. وحطيت شويه تحبيشه من دول اللي انا عاملاها، طبعا حلوه جدا. احط بس على صلصه السمك. انا طفيت ما وطيتش. وهقلب بس كده. في بتاعه بلاستيك كده بتتباع اللي هي بتحطي عليها المعلقه، عايزه اجيبها. بصوا بقى، وهنا اجيب بقى الخلطه دي كده بالخل والثوم، وهوزعها على البتنجان كله كده. عايزه اقول لكم ان جوزي بيحب البتنجان ده قوي. على فكره يا جماعه انا جوزي ده طيب قوي، مع انه عصبي قوي قوي يعني فوق ما انتوا تتخيلوا. عصبي جدا، عصبي بجد يعني. بس هو طيب قوي، قلبه طيب قوي وكريم جدا، حنين قوي بصراحه والله. يعني مش من الناس البخيله دي اللي تستخسر في مراتاتها، لا 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 لا، بصراحه هو حنين وكريم. ومفيش حاجه صراحه اطلبها للبيت او ليا او لاولاده ومن غير ما اطلب. هو بصراحه يعني ما شاء الله عليه، اللهم بارك. يعني الحاجات دي بتتحسد يا جماعه والله العظيم بجد. غير لما بيكون اصلا هو اللي بيقعد يشوف البيت ناقصه ايه ويجيبه. يعني انا ساعات بتخنق اقول له خلاص تعملي مش كل شويه. لا، طب ايه حاجه بايظه في البيت؟ ما يحبش حاجه بايظه ابدا. يعني الحنفيه دي عشان بايظه هو السباك هو اللي متاخر عليه. جنيه، عايزه اقول لكم ان هي جنيه اكتر مني. بصوا بقى، عايزه اقول لكم شكله شهي قوي. بس كده هشيل بقى الحاجات دي وهغسل البوله، وهوطي على الرز عشان ما يتحرقش، واستناه بقى لما يجي اروح عليها السمك. هو بيحب السمك ناشف وبيحب سمكيه واحده، ما بيحبش اكتر من كده. وانا الثلاثه الباقيين ان هم 4 سمكات، الثلاثه الباقيين هحط عليهم بقى الصلصه اللي انا عملتها. بس في عودين فلفل اهم هخرطهم عليها لاني برضو بحب الفلفل. انا اصلا بحب الحاجه سبايسي قوي، بس عشان ولادي بقيت احاول اقلل. طبعا مش اقلل، لا بقيتوا خلاص البيت خلاص ما بخليش الاكل سبايسي سبايسي زي ما انا باكله. بس بحاول برضو وبخليهم يتعودوا ان هم ياكلوا الحاجه حراقه شويه، عشان هو الاكل مش بيتاكل غير كده بصراحه. بس البتنجان شكله حلو ازاي، انا واثقه ان هو طعمه احلى كمان. دي الصلصه انا طبعا هولع عليها تاني بس عشان هي اتسبكت يعني، فانا هولع عليها لما اقلي السمك. ويجي الرز، شايفين لونه؟ طبعا مش هتكلم عن لونه، هو بيتحدث عن نفسه. هغطيه. في ناس على فكره بتحط صويا صوص وتحط حاجات قوي كتير قوي عشان تغمقه، انا ما بحبش كده. وادي الجمبري هولع عليه دلوقتي. والطاسه دي بتاعت الزيت على فكره هي اللي لونها كده، لكن الزيت لونه حلو اهو فاتح. هولع بقى على الجمبري عقبال ما جوزي يجي، علشان خاطر اول ما يجي يكون الاكل كله جاهز وقلي السمك وخلاص على كده. خيبتي القويه بعمل فيديو بعمل الطبق كده بحط قلم. بكره انا بعمل فيديو خلي بالك يا عماد. ها بقول لك بكره جاي لك ثالث عشان الحنفيه. لسه بقول والله، لسه كنت بقول على الحنفيه. والله كنت راجل كاتب لي رساله بتقول لي اهو عشان الناس كده تفكرنا بنكذب.
هما يفكرونا بيكدبوا ليه؟ مسحت الرسالة أنا عبيط. ما انت هتقولي تمسح الرسالة من ايدي. السلام عليكم. هاي جايز. تعالي بس أنا مثقف يا كلبة. ايه؟ تعالي أنا مثقف. اه طبعا. ازاي الدنيا دي؟ بس هو انت عايز اعرف انا ايه؟ انت الناس ما كانتش؟ الصبح بيتصل الصبح مش بالليل. ربي بقى. هيجي طبعا. طب هو هيوصلك هتعمل ايه النهارده بكره في البوتاجاز؟ ايه؟ البوتاجاز. انت بقى انا عندي فكره. انت تنزل الشارع وتجيب شوال واسمه جماعه انا والله السمك وبيقول لي ما تحرقيش السمك وانا والله ما بحرقه هو بس بيكون عايز السمكيه طريه قوي اللي هو لا طبعا لازم تبقى ناشفه وانا اصلا بوطي عليه وعايز ايه شويه زيت كده تمام والجمبري بقى بلاش والجمبري استوى وبلاش تخلوه غير كتير على النار علشان ما يكونش عامل شبه البلاستيك يا دوبك الخضار يدبل وياخد غلوه واحده وتطفوا عليه بس كده في حاجه بقى بحبها في نفس انا مش بهدر مواعين كتير وانا بعمل الاكل والرز استوى وكل حاجه تمام عشان بقى الفيديو ما يطولش اكتر من كده هخلص بقى واخلص يعني عليه السمك وهرجع لكم بقى ايه بالفينش انتظروني حبايبي انا الحمد لله تعالي يا زوزو نحبس بقى بايه ده بقى كان فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه والكومنتات زي ما قلت لكم وبس كده اشوفكم على خير الفيديو الجاي باي باي